صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفي فيه الفيديو. النهارده يوم جديد، والحقيقه انا حبيت ان انا اصوره معاكم عشان اوريكم قد ايه الحاجات بسيطه جدا بتفرق مع نفسيه الواحد. بصوا، انا هنا لما صحيت طبعا روقت سرايري، ما اعرفش ايه الكلام ده كله، اي حد بيعمل كده. وبعد كده قلت بقى اما احضر لنفسي فطار، والحقيقه ما كانش ليا نفس الفطار قوي، فعملت سندوتش جبنه كده وعندي بطيخ بقى. قلت ايه، يلا يا بت بسرعه، جو حر، قطعلك حتتين بطيخ كده. بس الحقيقه ان انا قطعته بقلوب كده، اللي هو عارفين انتوا القطعات اللي هي الستانلس دي. انا قطعت بيه عشان ادي نفسي احس ان انا مرتاحه، احس ان انا فعلا فرق، يعني دي حاجه فرقه في نفسيتي. بس دلعت نفسي بمعنى اصح. بعد كده بقى، بعد برضك ما خلصت اللي ورايا وما اعرفش ايه وكده، قلت بقى يلا نعمل الغدا. والحقيقه ان انا كان عندي عزومه بسيطه كده، كان عندي فسيخ، والمفروض بقى ان يعني دي عزومه حلوه قوي. و فانا بحبها، بحب العزومات اللي زي دي تبقى سهله وسريعه، ومش مش بتخليني مثلا اقف في المطبخ كتير. بس عايزه اقول لكم والله فعلا قعدت اخلي في الفسيخ الكميه اللي معايا دي كلها، يعني من الساعة 2 للساعة 5. انتوا متخيلين 3 ساعات بحضر في غدا الفسيخ؟ امال لو كنت بطبخ بقى. المهم الحمد لله، المهم انا خليت الفسيخ زي ما انتم شايفين كده، وطبعا اللي انا بخليه عشان انا عندي كمية، فاللي انا بقوم حاطه كده طبق فيه زيت او علبة فيها زيت، واحط فيها الفسيخ اللي انا خليته. قولوا لي ليه بقى؟ علشان الفسيخ عموما لما بيتخلى بيأكسد، فاحنا عايزين نحافظ عليه. عشان انا فعلا يعني زي ما قلت لكم قعدت 3 ساعات وانا بحضره عما خلصت اصلا. فاللي هو نقعته كده في الزيت بس، من غير ليمون، من غير اي حاجه. وعشان ده الفسيخ اللي انا خليته دلوقتي هقدمه باول طريقه، وهي بالفلفل، شرايح فلفل كده وزيت وليمون وبس خلاص. اما الطريقه التانية فانا بقشر الفسيخ ذات نفسه وبغسله كويس، وببدا ان انا اقصه كده او اقطعه جزل، بيبقى شكله حلو قوي. وكمان في ناس مش بتحب يعني العزومه بتاعتي في ناس ممكن ما تكونش بتحب الفسيخ المخلي، فبتحبه تاكل هي بنفسها كده برغيف او بمعلقه. فطبعا مش هيبقى منظر حلو لو انا حطيت الفسيخية كده كاملة. فحطيت بقى ايه، عملتها جزل كده، ويعني فسيخ يعني اطباق من بره، ما بتستخدميش حاجات في بيتك اكتر من السكينة والمقص وشكرا. هنا بقى برضو حطيت عليه شوية من الزيت عشان برضو زي ما قلت لكم يقعد شوية، وحطيت ليمون كده وبس خلاص. ده بالنسبة للجزل. دي طريقة تانية لتقديم الفسيخ. هوريكم الطريقة الأولى دلوقتي في التقديم، وهي ان انا بقطع بس شرايح فلفل مع زيت والليمون، بتديلها بس طعم او شكل او نكهة مش اكتر، لكن مش بتأثر ابدا على الفسيخ. الطريقة التالتة بقى دي والمقربة لقلبي، حبيبتي 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 كده، خمس حبيبتي، الا وهي اللي بالطحينة. طعمه يا جماعة في منتهى الجمال. فعلا لو مش بتاكلي فسيخ هتاكليه غصب عنك فعلا والله بجد، لما تجربي بس انت تجربيه بالطحينه. المهم الاول انا بحضر طريقه الطحينه سهله جدا وبسيطه. بحط الاول الطحينه في قلب البوله، وانزل عليها بخل وليمون، واقلب بحس ان هي تكتلت كده معايا. بقوم نازله بالميه، ميه عادي جدا كنت جايباها من الكولدير تقريبا، ما كانش ساقعه ولا سخنه. وبقلب كويس قوي لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. بزودي ميه بقى، قللي الميه براحتك. بعد كده بقى توابلي الحلوه، كمون وشطه وبابريكا وملح. لو عندك توم باودر مفيش مشكله، ما عندكيش توم باودر فانت هتضيفي توم فريش، مش عايزه تضيفي توم خالص. انا بصراحه كسلت ان انا اجيب توم من الفريزر، اللي هو توم المفروم يعني، او كسلت كمان اجيب توم باودر من الضلفه. فاللي هو قلت لا والله ما انا حاطه توم خالص، كنت خلاص بقى اللي هو الدنيا زفرت جامد حواليا. فقلت لا، مش هجيب، مش هحط توم، فكده كده اصلا يعني ملوش لازمه. ملوش لازمه جنب في طحينه الفسيخ، لكن طبعا له لازمه في الطحينه بقى، مشويات سمك بقى خطير. المهم بقى بعد ما حضرت الطحينه نزلت بالفسيخ وقلبته كويس، بعد كده قدمته في الاطباق. طيب هوريكم دلوقتي برضو، بس تعالوا نعمل مع بعض الطماطم المخلله، خطيره يا جماعه. اكله حرشه كده يعني، طبق حرش جنب الاكل ده بيودي الطعم في حته تانية. المهم قطعت طماطم ونزلت بهريسه الشطه، لو فاكرينها عملناها قبل كده كذا مره بكذا طريقه. هحط لكم لينك ان شاء الله في الديسكريبشن بوكس، وهحط لكم كمان في اول كومنت مثبت. وطبعا هريسه الشطه ضفت عليها شويه من الكمون بالشكل ده، وكمان قلبتهم في بعض. وبعد كده نزلت برشه من البقدونس. الحقيقه ما كانش عندي اي خضار ان انا اقدمه، فضفت، كان عندي بقدونس مجفف فضفته كده على الطماطم، فادى الطعم وادى شكل حلو جدا. بعد كده برضو البصل
خلطة او البصل بالدقة خطير برضو. بقطع البصل جوانح او شرايح وبعصر عليه ليمون وبقلبه في شوية خل مثلا، وبعد كده بضيف عليه هريسة شطة وادعكهم كده بايديا مع الهريسة مع البصل وبس. خلاص ده البصل بالدقة خطير يا جماعة، مش قادرة اوصف لكم حلو قد ايه. بس حضروا البصل قبلها بشوية والطماطم قبلها بشوية علشان يعني يشربوا كده من الهريسة او من التتبيلة ويبقى طعمهم حلو اكتر. طيب انا هنا زي ما انتم شايفين كده الفسيخ بالزيتون بالفلفل. تصدقوا ممكن نعمل فسيخ بالزيتون، الفسيخ بالفلفل وكمان اللي هو مخلي او الجزل والبصل والطماطم واللي بالطحينة، وطبعا العيش، ولو عندك بقى خضار اي حاجة حطيها، وشيبسي طبعا ما تنسيش. المهم بألف هنا وشفا بعد ما خلاص الحمد لله العزومة تمت على خير. وطبعا الاطباق اترمت في الزبالة عادي جدا. طبعا قلت ايه يعني السفرة بقى اللي انا عملت عليها او الترابيزة اللي انا نضفت عليها لازم طبعا تتنضف وتتعقم. فانا بصراحة عقمت بالكوركس. انا عارفة يا جماعة ان هو مقاطعة، بس انا والله فعلا مش شارياه قريب، ده هو كان عندي من قبل المقاطعة، لان الكوركس جل ده بيفضل عندي فترة طويلة جدا. يعني انا كنت جايبة ازازة بقالها سنة وشوية عندي ما بتخلص الحقيقة يعني، لان برضو استخدامي مش فيه كتير ومش كل يوم بعمل زفارة، فهمتوا ازاي. المهم نضفت الاول بكوركس، وطبعا انت مقاطعه واحنا مقاطعين كلنا، فانت هتنضفي مثلا بخل او تنضفي مثلا بمسحوق اطباق براحتك خالص. المهم انا برضو عملت بالكوركس، بعد كده عملت بالخل عشان برضو كل زفاره نضيعها خالص. وبعد كده بمنديل كده مناديل مطبخ، وبدات ان انا الم على السفره وارجعها مكانها واحط مفرشها. وطبعا مش هننسى البخور يا جماعه، وكده الروتين بتاعنا خلص. لازم تبخري المطبخ والشقة وتبخري الدنيا كلها بعد الأكلة اللطيفة دي. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله استنوني في فيديو جديد. أشوفكم على خير في رعاية الله، مع ألف سلامة.